والعشاء حدث ولا حرج. في ناس تبقى على الإفطار طول النهار في العمل، يجي في الليل يبدأ يطبخوا مكرونة باللية بالزبدة بالسمنة، كبسة باللحمة، كبسة بالدجاج، وبياكلوا بياكلوا بياكلوا بياكلوا، بعدين بيقول لك انعست، لأنه فعلا بينعس، لأنه الدم راح على المعدة بينعس، بيقوم بينام على الأكل هذا، بصير تخمر. اسمعوني، اسمعوا نصيحتي، هذا الأكل في الليل ولو قبل ساعتين من النوم، لو قبل ساعتين بهالطريقة يدمر. اسمعوا ايش بيساوي. واحد، لا سمح الله جلطة، يا ناس ماتت بالجلطة وهي مو صاحية، ماتت وهي نايمة وهم على آكلين كبسة ولحمة وناموا، أو آكلين جبنة وحمص وفلافل وبيض مقلي وكوب شاي أو كوبين شاي وخبز رغيف أو رغيفين وناموا. ناس صابهم ضغط، ناس صابهم سكري، صار معهم سكري، ناس صابهم مشاكل وأمراض لا يضر الجسد ويقتل ويقسمه مثل أكل العشاء وتنام عليه وتنام عليه. نحن بيجينا عزومات نطلع، ما قلنا ما تاكلوا اللحم، نطلع بناكل لحم بناكل رز. أنا شخصيا رحت على مطعم جتني عزومة آكل لحم وآكل رز، لكن أعمل اتجاه معين، لا أكله يومي. الثاني، إذا أكلته لا أنام إلا على الأقل 4 ساعات تمر بينهم ساعة مشي، أمشي، ما أترك نفسي. لازم إذا أكلت لحم أو رز في الليل، وهو نادر ما أكله، أنا دائما نادر ما أكله. العشاء نادرا ما أتعشى، نادرا. وإن فرض علي العشاء، كنت مسافر، كنت عزومة عند ناس عند أحد، ما يصير أقول له لا آكل قليل، لا أكثر. وإن أكثرت لأنه ما كنت متغدي مثلا، قلت لكم أمشي ساعة ولا أنام إلا بعد مرور 4 ساعات وقد أكلت. سلطة بكمية معتدلة، يعني أكلت سلطة، كسرت سلطة. إذا أكلت 200 جرام لحم على العشاء، آكل 400 جرام سلطة، لأن السلطة فيها أنزيمات تهضم اللحم بشكل أسرع مما كان. اللحم يظل في الأمعاء أكثر من 12 ساعة إلى 24 ساعة حتى الجسم يتخلص منه. 24 ساعة الجسم عم بيبث سموم اللحم وانت موجود نايم أو صاحي. الخضار 3 إلى 6 ساعات يظل في الأمعاء ولا تبث سموم. إذن ليس شرط اللحم، العشاء بشكل عام، العشاء إذا تعشيت تعشى قبل 4 ساعات وامشي بينهم مش ساعة، نص ساعة، لو في البيت، لأنه كل هالأمراض اللي تجينا من وين؟ مفاصل وركاب وأكزيما وثعلبة وبهاق وتصبغات وتوتر وضغط وغدة ومدة ونقرس وبقرس وزلال وغيره. من وين؟ هي جرثومة؟ لا. فيروس؟ لا. خلل غذائي. ما قتلنا مثل الأكل، ما يقتلنا مثل الأكل، خاصة على الليل، خاصة أكل الليل. يا أخي تعشى ساندويش بسيط، تعشى إذا عندك دجاج، يعني صدر دجاج، نص دجاجة صغيرة، بس مش كل يوم، وكثر من السلطات. لكن تعشى قبل 4 ساعات، مو مشكلة تعشى بس قبل 4 ساعات. والله إذا أنتم بتقولوا الدكتور عم بنصحنا فلان والدكتور فلان والدكتور فلان إنه لازم ننام بدري، وفرض علينا العشاء 11 في الليل وأنتم بتنعسوا تناموا بدري، ظلك صاحي إذا 11 في الليل لصلاة الفجر ولا تنام على العشاء، تخيل وين؟ ظلوا صاحيين لا تنام على العشاء إذا تأخرت بالعشاء، وامشي بينهم نص ساعة إلى الساعة. الدمار الشامل، مش القنبلة ولا اللغم ولا الرصاصة، الدمار الشامل في العشاء. العشاء أخطر ما يمكن على الإنسان حتى من الدواء. أستغرب مريض يكون عنده أكزيما وبهاق وسرطان ويجي يغذي خلايا السرطان بالعشاء، ولا تليف على الرحم أو تكيس على المبايض، ويغذي نفسه ويغذي المرض بالعشاء، يسمم قولونه وأمعائه، معاهم سكر ويتعشوا. تعشوا لكن خفيف وامشي بعد العشاء. أنا شفت ظاهرة حتى عندنا في بلاد الشام، على العشاء
بيتعشوا يسموه حواضر أو نواشف، مكدوس، زيتون، حمص، جبنة، أحيانا بيض وأحيانا لا، حلاوة وشاهي، بريق شاهي. هذا ضرر يا أخي، هذا عشاء؟ هذا بيعمل ضغط وجلطة وشرايين وكوليسترول وطنين أذن وبهاق وتساقط شعر وركب وهشاشة عظام. ما عم ناكل جبنة أخي بيعمل هشاشة عظام. أنت عم تحط سم وتنام، تابوت وتنام. مو معقول كده. وبيجي بيقول لك عم بحلم كوابيس، عم بصحي عندي غثيان، عندي لعيان، عندي دوخة، عندي مو قادر. اللي يتعشى في الليل لما يصحى في النهار يصحى ويحط نفسه كده ويروح على العمل وعامل كده ومرخي وما في قوة وما في عزيمة وما في حيوية وعنده نكد. نكد، سوء مزاج. لأنه سوء المزاج رسالة إنه قولونك غلط، إنه عشاك غلط، إنه أكلك غلط. أرجو تقطيع هذا الجزء تبع العشاء، قطعوه وانشروه منشان الناس صعب تشوف حلقة كاملة ساعة. انشروه. أجاني آلاف الرسائل حتى من أقربائي الموجودين منتشرين بعد الأحداث في سوريا، عنا وعنا 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 وعنا، وهم أعرف يتعشوا. يا أخي أوقف العشاء الجميع، ما في أضر من العشاء عليكم.